أكثر من ذكر الله عز وجل. ذكر الله يا أخواني، الآن نجلس في المجالس ما نسمع من يذكر الله أو يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في الأثر أنه ما قعد قوم مقعدا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على رسوله صلى الله عليه وسلم إلا صار عليهم ترى، أي حسرة وندامة. وفي رواية إلا كما قاموا من جيفة حمار. هذا إذا كان المجلس ما فيه ذكر لله ولا صلاة على رسول الله، كيف إذا اشتمل المجلس على قيل وقال وغيبة ونميمة وسخرية وأمور أخرى؟ يا الله رحماك رحماك، يا الله رحماك رحماك، اللهم ردنا إليك ردا جميلا. إخواني في الله، علينا أن نعالج هذه القسوة التي في قلوبنا، ووالله ثم والله لن ينفع بهذه القسوة إلا الإكثار من تلاوة القرآن. هذا القرآن الذي قال الله عنه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. القرآن علينا أن نكثر من القرآن يا أخواني، علينا أن نكثر من تلاوة القرآن. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. لا إله إلا الله. من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف. إخواني في الله، علينا أن نعالج هذه القسوة بالإكثار أيضا من ذكر الله عز وجل. أين نحن من هذه الصفة التي قال الله عنها عن أولي الألباب، أهل القلوب الواعية، أهل القلوب الحية، أهل القلوب التي امتلأت بمحبة الله، امتلأت بالإيمان. الله أكبر. يقول جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. من هم؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. الله أكبر. صفة عظيمة يا أخواني. الله أكبر. لا إله إلا الله. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. لبوا نداء الله، لبوا نداء الله جل وعلا، لأن الله نادى المؤمنين فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. أخي في الله ويا أختي في الله، إذا أردنا أن تطمئن قلوبنا وترتاح نفوسنا ويهدأ بالنا فعلينا أن نكثر من ذكر الله. يقول رب العزة والجلال: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله، ألا بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أي والله.